ما تخليش منظر البحر ينسيك ان احنا عندنا جولة فانتزي مهمة الاسبوع الثالث من الدوري الانجليزي. المرة دي هتبقى مختلفة شوية، هنخلي الديفرنشال ونخلي الفريق ياكل في حاجة واحدة عشان ظروف السفر وكده. هنبدأ بماتشات الجولة. عندنا ارسنال وبرايتون، برنتفورد وساوثهامبتون، ايفرتون بورنموث، ابسويتش فولهام، ليستر استون فيلا، نوتنجهام فورست وولفرهامبتون، مانشستر سيتي ويست هام، تشيلسي وكريستال بالاس، سبيرز ونيوكاسل، واخر ماتش في الجوله ليفربول ومانشستر يونايتد. هنبعد عن اللعيبه الاساسيه اللي العادي بنتكلم عنها، وهنخلي ديفرنشال وخلي الفريق ياكل هم اللي هنقولهم مدموجين في بعض كده. فمين اللعيبه الرخيصه الديفرنشال اللي مش موجوده مع حد ومرشحه بقوه انها تعمل حاجه الجوله دي، نقولهم واحد واحد وانت اختار منهم اللي يناسب التشكيله بتاعتك. اول واحد عندنا ايفانيلسون مهاجم بورنموث، عنده ماتش حلو وهو المهاجم الوحيد والاساسي في الفريق، ممكن يجيب نقط ويعمل حاجه الجوله دي. ويسا مهاجم بورنموث، ومبويمو خط النص بتاع برنتفورد، الاثنين برضو عندهم ماتش سهل ومرشحين ان هم يعملوا حاجه ومش موجودين عند ناس كتير، وبرضه سعرهم قليل يقدروا يخشوا التشكيله يعوضوا لو انت عندك ناس غني. مونيز مهاجم فولهام ماتشه حلو قوي ضد مونيز، من اول الموسم ما عملش حاجه فممكن ينفجر الجوله دي ويجيب نقط كويسه. في بقى واتكنز اللي كل الناس بتقول ان هو بره الحسابات من اول الموسم وكان فيه هجوم عليه والناس كتير اشتروه وبعدين اداؤه مش قد كده، بس الجوله دي ماتشه حلو وممكن جدا يبقى ديفرنشال الجوله دي بسبب ان ناس كتير باعته. برضه ممكن نجيب من استون فيلا اليوم باي للاعيب النص، سريع وبيزيد وخطير وممكن يجيب اجوان، ولو معكش الفلوس بتاعته ممكن تجيب ماكين اقل منه في السعر شويه وبرضه بيزيد كتير في المواقف الهجوميه والماتش بتاعهم سهل جدا، فممكن جدا يجيبوا نقط ويعملوا حاجه. عندك بقى من فولهام بريرا وايوبي واداما تراوري، الثلاثه سعرهم رخيص والثلاثه الماتش بتاعهم حلو وممكن يعملوا حاجه. انت شوف انت حابب مين فيهم وهاته. وفي الاغلى منهم سنه سميث رو منفجر من اول السيزون مع فولهام، بس ناس كتير معاها سميث رو، فلو انت عايز تكون مختلف هات حد من دول. واداما تراوري ارشحه بشده هو واندرياس بريرا لعيب خط النص، لان هو اللي ماسك الفاولات وهو محرك الفرقه. في عندك من بورنموث سيمينيو وترافينيير، الاثنين دول برضو خطار جدا في بورنموث وبيزيدوا. بورنموث الماتش بتاعها حلو وبادئه الموسم بشكل حلو جدا، فاللعيبه دي ممكن تبقى معاك في التشكيله رخاص ويعملوا حاجه الجوله دي. في الدفاع اعتقد ان هيبقى نجم الجوله في الدفاع لوكاس دين من استون فيلا، الماتش بتاعه سهل وباك وهيطير وهيعمل مساهمات هجوميه وممكن يبقى فارق جدا في الجوله دي. وفي من برنتفورد ممكن تجيب كولينز، برضو ممكن يعمل حاجه الجوله دي لان هو ممكن يطلع بكلين شيت وممكن يزيد ويعمل نقط هجوميه كويسه جدا. زي ما قلنا ان فولهام ماتشها حلو، فعندك روبنسون وتيتي الباكين بتوع فولهام ممكن يعملوا مساهمات هجوميه، ده غير الكلين شيت اللي ممكن يطلعوا بيه في الجوله دي. طب الحراس، اسهل اربع حراس عندهم ماتشات هم ايميليانو مارتينيز من استون فيلا، لينو من فولهام الاونر شيب بتاعته قليله والماتش بتاعه سهل ممكن يطلع بكلين شيت، ونيتو حارس بورنموث برضو الماتش بتاعه معقول بس انا ما رشحوش قوي، وفي فليكن حارس برنتفورد برضو الماتش بتاعه سهل وممكن جدا يطلع بكلين شيت، وكلهم ب4.5 ما عدا ايميليانو مارتينيز هو اللي ب5.5، فدول يتحطوا في ديفرنشال وخلي الفريق ياكل برضه. نكابتن مين؟ عندك الكابتنه العاديه اكيد صلاح وهالاند، الاثنين دول ما بيجلوش في اي جوله. طب مين الكابتنه الديفرنشال؟ عندك مبويمو وويسا، والمفاجاه هيبقى واتكنز من كتر ما الناس مش واثقه فيه فمحدش بقى جايبه كتير غير ان محدش مكابتنه كتير، والماتش بتاعه سهل ممكن يبقى بدايه انطلاقه واتكنز في السيزون ده ويجيب له جونين ولا 3 ويجيب لك نقط حلوه، غير ان هو يبقى كابتن هتبقى لوحدك طاير في النقط. دي كانت حلقه سريعه من ديفرنشال الجوله الثالثه من الفانتزي، فبسبب ظروف التصوير ومن الاسبوع اللي جاي هنرجع تاني للاستوديو ونصور زي ما كنا بنصور قبل كده بالتفاصيل الممله. انا بس ما كانش ينفع اعدي الجوله الثالثه من غير ما اكلمكم عن الديفرنشال وخلي الفريق ياكل بتوع الجوله الثالثه من الفانتزي. اشوفكم الجوله الجايه وسلام.